أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أمر بدعائه ووعد أن يجيب من دعائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة. قال تبارك وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال تبارك وتعالى: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالواجب على المسلم أن يدعى ربه في كل وقت وفي كل حين، وأن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الأنبياء والرسل كانوا يدعون الله يستجيب لهم، كما ذكر الله ذلك في سورة الأنبياء. فإذا كان الأنبياء على مكانتهم من الله قربهم من الله بحاجة إلى الدعاء، فكيف بهذا الإنسان المستكبر الذي يقول لا فائدة في الدعاء؟ وربما يقول بعضهم والعياذ بالله: إن كان هذا الشيء مقدر فلا بد من حصوله، وإن كان غير مقدر فلا فائدة في الدعاء، فهذا باطل. عباد الله، إن الدعاء دائما وأبدا مطلوب، ولكنه له أوقات يتأكد حصول الإجابة فيها، وذلك في حالة الاضطرار. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ففي حالة الاضطرار الله سبحانه وتعالى يستجيب للمضطر أو للمضطر حتى ولو كان من الكفار، فإن الكفار إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين. وكذلك الدعاء في السجود. قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقلنا أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يكثر المسلم من الدعاء في سجوده، سواء في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة. وكذلك من الأوقات الذي يستجاب فيها الدعاء آخر الليل، ثلث الليل الآخر، كما في الحديث القدسي، أو كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. كذلك الدعاء في يوم الجمعة، فإن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم يدعو الله إلا أن الله يستجيب له سبحانه وتعالى. فهذه أوقات وأعمال خصها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدعاء مطلوب في كل وقت. قال عن الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا
وكانوا لنا خاشعين. والمسلم لا يستغني عن الدعاء أبدا. والدعاء على قسمين: القسم الأول دعاء عبادة، وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني دعاء مسألة، وهو طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى. وكل النوعين في سورة الفاتحة التي تقرأها في كل ركعة من صلاتنا فرضا أو نفلا. فأولها دعاء عبادة، وهو الثناء على الله وتمجيده وتعظيمه سبحانه في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: قسمت الصلاة، يعني قراءة الفاتحة سماها صلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: عبدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال سبحانه وتعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وفي رواية: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. رواه مسلم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وأنتم الفقراء إلى الله تستغنون عنه بحال، فادعوه دائما وأبدا، وادعوه بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيقول: يا رحمن ارحمني، يا كريم أكرمني، يا جواد جدي علي الفضل. وأسماء الله كثيرة، منها ما يذكر في القرآن العظيم وذكر في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما لم يذكره الله تعالى لنا بل استأثر الله بها بإذنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لربه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالمسلم يدعو الله ويكثر من الدعاء فإن الله قريب مجيب. فاتقوا الله عباد الله وأكثروا من الدعاء ولا تقنطوا من رحمة الله عز وجل، فإن الله يستجيب الدعاء ولو تأخرت الإجابة. ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين. واعلموا أن موانع الدعاء كثيرة وأعظمها أكل الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا به من البينات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.